يعني ابل عملاق التكنولوجيا المعروف معتمد في بقائه على شركه واحده بس، وهي شركه فوكسكون التايوانيه. الشركه اللي اسسها تيري جو بتوظف حاليا اكتر من 1.2 مليون عامل، وكل الشركات الكبيره اللي ممكن تيجي في بالك بتتعامل معاها، سواء ابل او امازون او جوجل او غيرهم كتير. لكن بالرغم من كل ده الا ان مفيش حد يعرفها ولا سمع عنها. وهنا بقى نيجي للاسئله المهمه: الشركه دي بدات فين وازاي قدرت تبقى رقم واحد في سوق تصنيع الالكترونيات النهارده، والشركات بتعمل لها الف حساب؟ وليه الشركات العالميه الكبيره تستعين بيها في تصنيع منتجاتها بدل ما تصنعها بنفسها؟ وازاي قدر مصنع مجهول يفرض سيطرته الكبيره على شركه ابل؟ وليه بقى مستحيل على ابل تنفصل عنه النهارده حتى لو هم قرروا ده؟ والسؤال الاهم: حكايه مدينه فوكسكون المحرمه اللي ممنوع حد يصورها ولا يقرب منها وكانها منطقه عسكريه شديده الحساسيه؟ وازاي فوكسكون قدرت تبقى اهم شركه العالم النهارده ما يقدرش يستغنى عنها؟ وليه قررت نقل مصانعها للهند وبسرعه تراجعت تاني وقررت